انت عارف ان الاهرامات وابو الهول ممكن يختفوا؟ في توقعات من علماء مهمين ان الاهرامات وابو الهول ممكن يختفوا خلال 100 سنة، وده بسبب تغيير المناخ. ومش الاهرامات وابو الهول بس، ده كل الاثار اللي موجودة في الهواء الطلق معرضة لخطر كبير. في مؤتمر الأمم المتحدة ال27 لتغيير المناخ، قصدت مجموعة من الصحف البريطانية إنها تسلط الضوء على تاريخ مصر وارتباطه بشكل وثيق بالمناخ والآثار القديمة والتهديدات اللي ممكن تتعرض لها الآثار دي بسبب التغييرات في المناخ وقسوة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة وارتفاع مستوى منسوب المياه في البحار. المفاجأة بقى إن الدكتور زاهي حواس بنفسه وزير الدولة المصري السابق لشؤون الآثار قال إن المواقع الأثرية كلها اللي موجودة في الهواء الطلق ممكن تتعرض للاختفاء خلال 100 سنة. يعني تخيل إن أهم أثر في الآثار المصرية ممكن يختفي وما يبقالوش أي أثر خلال 100 سنة. بس أكيد كل حاجة ليها حل. وقت انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ اتكلموا في أكتر من حل للأزمة دي، وكان من ضمن الاقتراحات دي هو اقتراح تغيير عدد من أماكن المتاحف دي بحيث إنها تكون بعيدة عن الأماكن اللي معروفة بالتقلب المناخي وإقامتها في أماكن محايدة في المناخ. الفكرة بقى إن أمريكا بدأت بالفعل بإجراء بحوثاتها في الموضوع ده، ووصلوا لأكتر من جانب منها، واللي وصل له روبرت جينز وهو باحث في كلية دراسات المتاحف في ليستر. ووصل روبرت لنتيجة بحث واقتراح في نفس الوقت، وهو استخدام مجمع المتاحف العالمي لمواجهة تغيير المناخ في أي وقت. وقال رودني هاريسون وهو أستاذ في دراسات التراث في يونيفرسيتي كوليدج لندن إن العالم هيواجه تغيرات جذرية عشان يضمن التدفئة. الأمم المتحدة عقدت المؤتمر العالمي لليونسكو واللي كان محتواه عن السياسات الثقافية والتنمية المستدامة. وبالرغم من التقدم اللي بيشهده العالم، إلا إن الثقافة مفتقرة للمكانة اللي تستحقها في السياسات العامة والتعاون الدولي. وده كان رأي أودري أزولاي في المؤتمر، وهي المديرة العامة لليونسكو. وقال أرنستو أوتوني مساعد المدير العام لليونسكو إن لازم يتم الاستفادة من الثقافة لكونها جزء من التنمية المستدامة. وكمان تم وضع تعريف جديد للمتاحف، وده في الاجتماع السنوي للمجلس الدولي للمتاحف. المفاجأة بقى إن التعريف ده ما ذكرش تماما المناخ، وده اللي أثار جدل عن دور المتاحف وموقعها في مصر وارتباط المناخ بانهيار الأهرامات. قولوا لنا في الكومنتات، تتوقعوا إن الأهرامات فعلا هتختفي ولا ده مجرد كلام؟